مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة فعلا من نوع مختلف لأنها فنانة مش عادية. دي فنانة سمرة وجميلة، ومن أول السيدات السمرة على الشاشة المصرية. من كتر جمالها الشاشة حبتها والكاميرا عشقتها. الفنانة الجميلة والكبيرة حسنة سليمان، الله يرحمها. تاريخ ميلادها 6 سبتمبر 1926. تاريخ وفاتها 3 أبريل 1998. توفت عن عمر يناهز 73 سنة، الله يرحمها ويرحم الجميع. ممثلة مصرية ذات الأصول النوبية، شاركت في العديد من الأعمال الفنية وخصوصا السينمائية. قدمت 11 عمل سينمائي، ومن أهمهم فيلم عنتر بن شداد اللي كان بطولة فريد شوقي وكوكا وعايدة هلال وسعيد أبو بكر ونور الدمرداش وفردوس محمد وغيرهم كتير، واللي اتعرض يوم 4 ديسمبر 1961. ومدة عرضه كانت 130 دقيقة، وكان عمرها في الوقت ده 36 سنة. والفيلم ده كان من إخراج نيازي مصطفى، والمخرج المساعد شريف حمودة. وكانت قصة محمد فريد أبو حديد، والفيلم ده حقق نجاح كبير جدا، ولحد دلوقتي كلنا بنحب نتفرج عليه. ودلوقتي تعالى أقولك على أول عمل فني ليها. كان في السينما فيلم عنتر وعبلة، اللي كان من إخراج برضو نيازي مصطفى، وكان من تأليف عبد العزيز سلام وسيناريو نيازي مصطفى. وطاقم العمل كان من بطولة كوكا، سراج منير، فؤاد الرشيدي، نجم إبراهيم، فردوس محمد، سيد سليمان وغيرهم كتير. وكان عمرها فيه 20 سنة. واتعرض يوم 3 ديسمبر 1945، ومدة عرضه 105 دقيقة. ولو عملنا مقارنة ما بين الاتنين، ما بين عنتر وعبلة وعنتر بن شداد، هنلاقي ان المخرج واحد والبطلة كمان واحدة، والاتنين سبحان الله، ده اتعرض يوم 3 ديسمبر والتاني اتعرض يوم 4 ديسمبر، صدفة. وآخر عمل سينمائي ليها، وانا بأكد على كلمة سينمائي علشان هو مش آخر أعمالها الفنية، ده سينمائية بس، اللي كان عمرها فيه 37 سنة. فيلم شهيدة الحب الإلهي، اللي كان من إخراج وتأليف عباس كامل. أما عن طاقم العمل، رشدي أباظة وعايدة هلال وحسين رياض وكريمان وصلاح شاهين وتوفيق الدين وغيرهم كتير. والفيلم ده اتعرض يوم 10 فبراير 1962، ومدة عرضه كانت 95 دقيقة، وفيلم يستحق التقدير. وبالرغم ان هي قدمت أعمال سينمائية وتلفزيونية مش كتيرة ومش قليلة، إلا إن الشاشة الكبيرة عشقتها وعشقت سمرها وجمالها. وتقريبا كانت أول ست نوبية تطلع على الشاشة المصرية، حاجة كده ولا في الخيال. ولأن كلامنا عنها مش هيخلص، وخصوصا كلامنا عن أعمالها الفنية، فقررنا إن احنا نقسم الفيديو كالعادة ونتكلم عن أهم جزء في حياتها الفنية، وهي أعمالها الفنية طبعا، علشان نقول الفنانة دي تستحق التقدير ولها مننا كل الشكر، ونقول لها شكرا جدا على قصة حياتك الجميلة دي، والله يرحمك ويرحم الجميع. ويلا نكمل الفيديو بتاعنا. قدمت 26 عمل فني، ومنهم رسول الإنسانية، الرحيل، العسل المر، شهيدة الحب الإلهي، عنتر بن شداد، غريبة، إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، بيت الله الحرام، حب وإعدام، لحن الوفاء، مملكة النساء، أبو الدهب، مجلس الإدارة، قليل البخت، أنا بنت ناس،
جواهر، ست البيت، شارع البهلوان، كل بيت وليه راجل، المستقبل المجهول، أميرة الجزيرة، ليلى العامرية، المنتقم، سلطانة الصحراء، المغني المجهول، عنتر وعبل. الله يرحمها لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.